السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، حكم رأس الزوجة للزوج. استغفر الله واتوب اليه. فهناك ما هو اعظم من الرقص يعني. نعم. وهناك بينكما ما هو اعظم من الرقص. الرأس تحديدا يا شيخ مصطفى. الزوج. يعني رقص الزوج للزوجة، يعني انت تريد ترقص لها ولا هي اللي ترقص لك ولا ايه؟ مش عارف. لا هي اللي ترقص لي وانا ارقص لها يا شيخ. الله المستعان. ارقصوا البعض ما في. لا مش هنسلان يا شيخ، هي الموضوع فيه لا ما حرام او فيه اكل. لا يا عم، ليس بحرام. حرام ايه بس؟ بقول لك في هناك بينكما ما هو اعظم من الرقص لو كنت تعقل. ايوه ما انا عارف يا شيخ في الصلاة. طب ولو على اغاني فيها موسيقى؟ لا، موسيقى بتاع الموسيقى، لا تغني لك بدون موسيقى. ماشي. صوتها وحش يا شيخ. نعم. صوتها وحش. صوتها وحش؟ طب بالله صوتها لك بس ماذا اقول يعني؟ بسأل عنه. جزاك الله خير يا شيخ. الله يكرمك. مش عارف ماذا نصنع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. يا رب. كنت عندي استفسار لحضرتك بس. استفسر. أنا تقدمت بخطبة وفاة. كانت والدتي، كانت بنت خالي، كانت شافتها، هي منتقبة يعني إن شاء الله، فقالت لها اكشفي عن وجهك وكده، فكشفت، فهي يعني استحسنت خلقتها يعني، فقالت لوالدتي كويسة وكده، فوالدتي قالت لي كده ماشي شوف كده، فرحت أنا جبت رقم والدها ووالدي كلمه، والحمد لله رحت وجلست معاه، فعجبتني يعني وكده، فرحت بعد ما اتفقت وكده خدت والدتي معايا، انا وابويا لما اتفقنا يعني خدت والدتي معايا. طيب. فوالدتي قعدت معاها وكده، فقالت لي هي كويسه بس مش حاسس ان اسنانها يعني عاليه شويه، يعني طالعه. يعني امك راحت بقى خربت الدنيا بعد ما انت البت حلوه وجميله، جاءت العجوز قالت لك اسنانها بضب شويه يا ابني. ايوه بس شمت فمها قالت لا يا ابني ماشي. شم ريحه فمها يا ابني مش حلوه، كانت واكله بصل ولا اي حاجه. المهم السؤال. فقالت لي انت مش، هي ما قالتليش مش حلوه، قالت لي مش شايف ان اسنانها فيها ضب شويه، قلت لها لا وهي كويسه، قالت لي ماشي. فالحمد لله تمت الخطبه اول امبارح وكده. فطبعا كانت هي ما رضتش تروح يعني الكوافير والحاجات اللي هي الحلاقه بتاعت النساء دي، قالت لي انا مش عايزه الكلام ده، فصاحبتها غصبوا عليها ان هم يعملوا لها في وشها حاجات وكده، وكانت طبعا منتقده. طيب السؤال ايه؟ طيب احنا نجلس حواديت. ها انا معلش حاضر يا مولانا ها حاضر. فجت بقى اتصورت مع مراتات زوجات اخواتي رجاله وكده، اتصورت معاهم وكده. الصور كانت طالعه وحشه لانها مش بطبيعتها. المهم طبعا الصور كانت طالعه وحشه يا عم صلى على النبي، وانت اللي حلو قوي ما تشوف نفسك برضه، يمكن لك لها ضب انت ليك ضبين، يعني صحصح معنا شويه. مش بس يا مش بس ده انا عايزها انت الان طلعت الصوره مش حلوه، البنت حلوه ولا مش حلوه؟ عجباني يا شيخ. توكل على الله، ايه المشكله؟ انا توكلت وخطبت، بس ابويا وامي بقى يعني مراتات اخواتي زوجات اخواتي لعب في دماغهم وشكلها ومش شكلها وعندها ضب، فضلوا يلعبوا في دماغهم. كان ابويا وامي بيقول لي احنا مش راضيين على الزواجه دي، رغم ان انا مرتاح ومبسوط. نعمل ايه يا شيخ؟ توكل على الله، ما تضحكوش على بنات الناس. امك يعني اللي مسمسمه وفمها مسمسم، ما زي تلت امك برضه فيها 100 عله. كل النساء كده يعني، ما فيش واحده كامله يا اخي. صلى على رسول الله. يعني انت خطبت واتبسطت والعروسه حلوه وجميله، طلعت امك قالت البنت لها ضب شويه، بعتت مراتات اخواتك صوروها صوره معفشه، وابوك خلاص قال لا انا مش ابوك اللي هيتجوزها ولا انت؟ البنت دينه وطيبه واهلها طيب، وانت توكل على الله. جدا يا شيخ والله. مع السلامه.